السلام عليكم ورحمة الله. معكم عبد المجيد من قناة شو تايم. اليوم راح نناقش صفقة الصيف المحتملة لوسط برشلونة، وأبرز المرشحين هم كوتينهو وفيراتي، ومن هو الأنسب لبرشلونة حاليا. قبل ما نخش في الموضوع أتمنى تضغط زر اللايك وتشترك في القناة إذا ما كنت مشترك. أولا، برشلونة بعد ما كان يمتلك أفضل وسط بالعالم لسنوات طويلة بالثلاثي الأسطوري وبوسكيتس وتشافي ونيستا، طبيعي مع الأيام بهبط المستوى وللسن أحكام. قبل كبر سن تشافي ورحيله كان جمهور برشلونة مطمن يعني بخليفته اللي هو تياغو الكانتارا، بس الطامة الكبرى يعني إنه في صيف 2013 البايرن استغل بند في عقد تياغو اللي هو إذا ما لعب 50% من المباريات ينزل الشرط الجزائي 25 مليون، وشراه البايرن ميونخ. ونشوفه كيف اليوم بدأ مع البافاري، ومع ذلك تشافي كان بعمر 34 وقتها ولا في لاعب يعوضه، ومن يومها بدأ الترقيع في وسط برشلونة. صار اللي يلعب مكان تشافي راكيتيتش اللي هو أصلا صانع ألعاب واللي أسلوبه يختلف عن أسلوب تشافي. واليوم دخل نيستا عام 33، طبيعي هبوط في مستوى اللياقة عنده بشكل رهيب، خاصة نيستا طبيعي عامل السن مؤثر، ولا في لاعب في خط وسط برشلونة حاليا يقدر يعوض نيستا ويلعب مكانه. توران وعمره 30 سنة جابه ب40 مليون، وجوميز شراه برشلونة ب35 مليون، وتخبطات وما نجح ولا واحد فيهم إلى الآن. فإدارة برشلونة بدأت تتحرك التوقيع مع ظهير يعوض رحيل فقيدة ألفس، والأقرب هو بليرين لاعب أرسنال اللي هو أصلا من لاماسيا، عشان كذا يبغون يرجعونه. وبكذا يرجع روبرتو المظلوم صراحة في الظهير، وظالم انريكي في المركز هذا، بيرجع المركز الأصلي خط الوسط وراح يفيد الفريق أكيد، لأن اللاعب خلاص خذ الثقة وانفجرت موهبته يعني. بس هذا ما يكفي الإدارة تبي لاعب وسط سوبر. أبرز المرشحين مثل ما قلنا هم كوتينهو وفيراتي. نروح أولا لكوتينهو. فيليب عنده الحلول الفردية مثل المراوغات والصناعة والتسديد، بس ضعيف دفاعيا وفي بناء الهجمة. فيراتي جيد هجوميا وممتاز دفاعيا. هنا نقول من يحتاج برشلونة أكثر. وجهة نظري برشلونة يحتاج فيراتي أكثر، لأنه هو اللاعب يناسب لأسلوب برشلونة، وأكثر لاعب يقدر يلعب دور تشافي، ولو أنه يعني مستحيل يجي لاعب مثل تشافي. لاحظوا اني قلت يعوض تشافي مو نيستا، عشان كذا فضلت فيراتي على كوتينهو اقرب لاسلوب نيستا واكثر هجوميا من نيستا بعد. اول شيء لازم نشوف برشلونة ايش يحتاج حلول فردية. برشلونة يملك يا حبيبي ميسي يغنيك عن اي لاعب في العالم بحلول الفردية، هذا غير يعني نيمار والجنون اللي يسويه والفرص اللي يصنعها بالهبل. فبرشلونة مو بحاجة لاعب بهذه المواصفات. اللي يحتاجه برشلونة معوض لتشافي، وهذه المرة المليون اللي قلتها، يعوض تشافي. لاعب يساعد بوسكيتس بنقل الفريق من الدفاع للهجوم واخراج الكرة بشكل سليم ويتصرف تحت الضغط. لاعب يتحكم برتم الفريق ويشيل الوسط، وهذه الميزات كلها موجودة عند فيراتي. في لاعبين بعد يمتلكون هذه الميزة، اشوفهم يعني كوكي لاعب اتلتيكو مدريد، وهيريرا لاعب مانشستر يونايتد، بالاضافة لفيراتي. يعني هذول اكثر 3 لاعبين اشوفهم يناسبون برشلونة في الوقت الحالي، وافضلهم يعني طبيعي بالنسبة لي فيراتي هو انسب لاعب لبرشلونة في الوقت الحالي. بس هذا كان موضوع النقاش، وقل لي رايك تحت بالتعليقات من اكثر لاعب يحتاجه برشلونة حاليا وفي اي مركز. وبس يعطيكم العافية.